اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل. هنا كنت سلقت المكرونة، معايا كيلو مكرونة أقلام كنت سلقتها على النار، ومعايا البشاميل لا خفيف ولا تقيل. جبت رطل لبن وحطيت، نزلت ب3 معالق دقيق ورشة ملح ورشة فلفل أسمر وعلى البارد وبالمضرب لغاية ما الدقيق اختفى وكده. وبعدين نزلت على النار وإيدي فيه بالمضرب كده عشان البشاميل ما يكلكعش مني. ودي قوام البشاميل خفيف ولا تقيل، يعني مظبوط، بشاميل مظبوط جدا. هنا نزلت بأربع كبشات من البشاميل على المكرونة كلها وقلبتها ببعضها، وبعدين نزلت في الصينية بتلات ارباع المكرونة. اهم حاجة الارضية تكون تخينة لان دي هي الاساس. وبعدين كنت معصجة اللحمة بربع كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليها 3 بصلات وسط وفلفل اسمر وملح و3 معالق صلصة ونطرة زيت لغاية ما اتشوحت معايا. وبعدين نزلت بيها في نص المكرونة، وهنزل بالربع الاخير من المكرونة على الوش، وهحاول ان انا اسويه. الوش مش زي الارضية لازم نسويها ونخليها مظبوطة عشان ديت هي الاساس، لكن الوش هنحط والبشاميل هيتحط عليها عادي. في ناس بتقلب المكرونة باللحمة ببعضها كده وبعدين تحط البشاميل، وفي ناس بتعملها زي ما انا بعملها. كل واحد بيحب يعملها بالطريقة اللي هو بيحب يعملها بيها. فانا بحب الطريقة ديت وبتطلع المكرونة مني جميلة جدا وخفيفة. جربت البشاميل اللي هو على البارد اللي انا عاملاه ده، وجربت البشاميل اللي هو على النار احمر الدقيق، لكن ده خفيف جدا. وحاطه في البشاميل جبنه موتزاريلا، برضك مع الدقيق حطيت جبنه موتزاريلا قبل ما يتحط على النار. هنا بحاول اسوي البشاميل على وش المكرونه، بسويه لغايه ما يظبط معايا، وبجيب منديل امسح الطروف علشان الطروف دي هتتحرق مننا وكده، وهتبقى منظر الصينيه مش حلو. هنا بقى انا بستخدم جبنه موتزاريلا فريش، بوريكم الكيس. احلى جبنه موتزاريلا شركه فريش، الجبن بتاعتها جميله جدا الصراحه، انا جربتها حلوه جدا. هنا خدت المكرونه وديتها على الفرن، وهنا اول ما طلعت الصراحه مصبرتش عليها لان الأذان ما عادش حاجه وهيدن وكده. فهنا بقى بحاول ان انا اقطعها، هي سخنه لازم بقى تتهرى مني، فلو صبرت عليها تتقطع قطع وتبقى جميله. البشاميل جميل والمكرونه طالعه سايحه وحلوه. هحط في كل طبق بقى على قد الاكله وكده، ويوم ما نعوز بنقوم حاطين تاني. وعملت بطاطس محمره معاها، وعملت قطع ستريبس معاها برضو، يعني قضينا اليوم كده. وهنا الشكل النهائي بتاع الاكل، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.